السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. قمنا كالعادة محتارين في الأكل وهناكل ايه وهنشرب ايه، كل يوم التفكير هيموتنا. فبصراحة كان عندي 5 حتت بانيه في الفريزر، يعني أقل من ربع كيلو. قطعته مكعبات، وكان عندي نص كيلو كنافة مجمدة. قلت بس أنا هبعت أجيب ورقة جلاش ونص كيلو جبنة، وهعمل أعمل لهم غدا، وأعمل لهم حاجة حلوة بالمرة. نعمل صينية جلاش بعصاج الفراخ، ونعمل كنافة نابلسية من على عين البوتاجاز من فوق، وحاجة بقى كده عسل عسل. ورايح بقى رمضان، كل سنة وانتم طيبين، بتهل علينا. وطبعا كلنا عارفين ان الاولاد بيحبوا الحاجات الخفيفه والسريعه دي. حاجه الكنافه كده. واول حاجه كان معايا لف الجلاش والبانيه قطعته مكعبات، وكان معايا 3 بصلات وسط، و2 فلفل رومي، و2 طماطم كله مبشور او ضرباهم في الكبه. ومعانا توم وملح وفلفل وسبع بهارات. دول حبايب قلبي كان كوبايه ونص، اللي هي كوبايه الميه، ده المقدار الصح لنص كيلو كنافه. بحط عليهم كوبايتين ميه. فضيت اول حاجه، قلت اعمل الشربات عقبال ما نعمل عصاج الفراخ علشان يستوي معانا. انا بحط بص زي ما بوريكم كده كوبايتين، مش بحط واحد ونص. واحد ونص بيبقى تقيل جدا، لا انا بزود الميه شويه وبرضك بيبقى تقيل وزي العسل. وحطيت 3 شرايح ليمون زي ما هم، لان دي ماده الحفظ بتاعتهم. وهقول لكم امتى نرفعه على النار. وبعد كده جبت 3 معالق زيت ومكعب زبده. قلنا نعمل عصاج الفراخ عقبال ما الشربات حبايب قلبي يستوي. حمرنا بقى كده الفراخ كده، وشوحناها لغاية ما تبقى لونها أبيض وتفتح معانا. كان معايا 3 بصلات وسط، وإن شاء الله هنحطهم أول حاجة أول ما لونهم كده يفتح، وإن شاء الله نفضيهم. نحطهم على على الفراخ علشان بيدي تسكيرة وطعم حلو. حطيت نص معلقة فلفل أسمر، ونص معلقة 7 بهارات، ونص معلقة بهارات مشكلة. وحطيت معلقة صغيرة ملح علشان كل التوابل حبايب قلبي تطلع كده في الأول، تطلع ريحتها. ونشوح بقى لغاية ما البصل يدبل معانا ويدخل كده مع الفراخ والتوابل. وأحلى صينية جلاش عملناها مرة باللحمة، وإن شاء الله النهاردة بالفراخ. ودول كانوا 2 فلفل رومي، وكان واحدة ربع واحدة فلفل أصفر كانت في وسطهم كلهم، كنت ضرباهم. ونشوح بقى الكلام الجميل ده. ما عندكيش فلفل ألوان مفيش مشكلة، بس هي كانت قطعة صغيرة عندي فحطيتها. الفلفل طبعا بيدي تسكيرة حلوة جدا، هو والبصل وكل المكونات دي لاي عصاج. وهنا 2 طماطم كنت برضو ضرباهم في الكبه، عندك مبشره ما فيش اي مشكله. ونشوح فيهم بقى الفراخ، طبعا مش هتاخد وقت. وهنا بقى جنبينا اهو الشربات كنت بوريه لكم حبايب قلبي بيغلي معانا، وهقول لك امتى تشيلي من على النار. وسعت بقى كده اول ما اختلطوا الخضار ونشف شويه، حطيت معلقه توم كبيره. وهنا كنت بص بوريكم خلاص الفقاقيع دي هو ما بياخدش وقت. وحطيت معلقه التوم وشوحت كويس 10 دقايق. والفراخ طبعا ما بتاخدش وقت زي ما بوريكم كده. اول ما السوائل الحبايب قلبي تنشف كنا خلاص هنرفعه من على النار. واحلى عصاج تاكليه عسل عسل. وان شاء الله تعتمديه وتعمليه ان شاء الله في رمضان. بصوا هنا بقى حبايب قلبي، اول ما الفقاقيع دي تبدا تكتر، اول ما تاخد اللون الابيض، وما بنجيش جنب الشربات ولا بنيجي نحط فيه سباتولا ولا معلقه. واول ما تاخد اللون الذهبي معانا كده خلاص كان استوى. يعني انا قبل ما عملت العصاج كان استوى معانا. نرفعه بقى ونحطه في بولة يبرد ان شاء الله. كنا بقى هنا جبنا لفة الجلاش، وقلنا ان شاء الله حبايب قلبي نعمل احلى صينية جلاش. انا بصراحة لما بزهق من الاكل انا بحب الجلاش جدا جدا عن اي معجنات واي حاجة تانية. بيبقى خفيف، وكلنا طبعا عارفين بيبقى طعمه مختلف، بيبقى عامل زي الرقاق كده. حطيت هنا اول حبايب قلبي دهنت سمنة في الصينية، وحطينا 2 ورقة جلاش. انا في كل 2 بحط ورقتين، وبعد كده بحط السمنه بدهنها بنكون مسيحينها علشان تورق معانا الجلاش. بصوا بقى يعني هي جت معايا قصيره، فبحط في الناحيه التانية الورقتين عكس عكاس كده لغايه ما يبقى مظبوط معانا. تقطع منك مفيش اي مشكله. ولما حبايب قلبي بيستوي كله بياخد شكل واحد، نفضل نحط ورقتين وندهن بينهم سمنه عشان يورق معاك الجلاش ويطلع زي العسل ان شاء الله، لغايه ما نخلص نص الكميه. نص الكميه. وبعد كده حطيت حبايب قلبي الحشوه الجميله اللي ريحتها عسل عسل وتحفة وحاجة كده خيال خيال. والثلاث بصلات زودوا لي كمية ال5 حتت بانيه وتحفة وعسل. والحمد لله كانت صينية في منتهى الجمال. فالبصل
العسل بيضعف وبيديله تسكيرة. ما تقلقيش مش عندك، حطي 2 بس ما فيش أي مشكلة، بس دول كانوا 3 مش كبار، كانوا 3 وسط. فردت كده حبايب قلبي الحشوة في النص، وهحط عليها بقى أنا جبت بقى الجبنة، وهحط بقى حبة علشان بتعمل عملية لزق، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو جدا جدا. كلنا عارفين ان الجبنة بتدي طعم للمكرونات وللمعجنات حلو جدا. حطيت رشة كده لغاية ما غطيتها، وبعد كده جبنا الورقتين نفس القصة، بنحط وندهن الزبدة عشان يورق معانا. والحتة دي زي ما هوريكم، بصوا كنت بوريكم اهو كل حاجة بالتفصيل عشان لو الصينية دي عندك واحترتي. فالجلاش كان خفيف بس ما يجراش اي حاجة. بنحط واحدة على اليمين، واحدة الناحية التانية في المكان اللي هو مقضاش فيه، وبنسويها كده وبتبقى زي العسل، وعلى على حجم ايدينا احنا، وبنعدلها ندهن بقى ونخلص كل الكمية. دول كان اخر 2 معانا، حطيتهم وجيت بقى على عشان ما تكلكعش معانا، فانا حطيتها تحت كده الجلاش. بصوا حطيتها زي ما زي بوريكم كده حبايب قلبي تحت كده علشان ما يكلكعش معانا. وهي ما شاء الله عليها الورق بتاعها تحفة، وكانت زي الفل وما فيش اي حاجة مكلكعة معانا. بنقطعها بقى قبل الدهنة الأخيرة علشان لما تخش إن شاء الله الفرن، ولو طلعت مش هينفع إن احنا نقطعها. بنقطع بالطول وبعد كده نرجع نقطع بالعرضة. وبعد كده حبايب قلبي كنت دهنت دهنة سمنة، وبنحطها في الفرن من غير شواية، الفرن بس، لأن الجلاش لو الشواية شم النار بتاع الشواية بيتحرق معانا. لا ده إن شاء الله على 180 لو حضرتك عندك تايمر، حوالي تلت ساعة ونبص عليه وبيبقى زي العسل. انا حطيته اول حاجة 10 دقايق، وبعد كده عملت له خليط التسقية بتاعه. كان معايا كوباية وربع لبن وبضاية وشعراية فلفل اسمر عشان زفرت البيضة، بنضربهم. وبعد كده اول 10 دقايق بنحط الخليط ده لما بيتشمع، وبعد كده بدخلها ان شاء الله تكمل سواها، يعني 10 دقايق بس في الفرن، ونحط الخليط الجميل ده. وبعد كده حبايب قلبي نسيبها تكمل سواها. اول ما الوش يحمر بتاعها بنطلعها، هي حوالي تلت ساعة ما بتقعدش كتير، وما تولعيش ان شاء الله الشواية، هو الفرن بس. بصوا هنا كانت قعدت 10 دقايق في الفرن، والسمنة ساحت وتشمع شوية معايا اهو. فضربت الخليط كويس جدا جدا. نخلي بالنا عشان ما يطرطش معانا ونبهدل المكان، نبقى منظمين كده، وان شاء الله كل حاجة تطلع زي العسل من ايديكم. فحطيت كل الخليط وكنت دخلتها في الفرن حبايب قلبي تكمل سواها، واحلى صينية جلاش وهوريها لك بقى لما تطلع، وحاجة كده بقى خيال، وحاجة بقى زبدة وطعمة في منتهى الجمال. هنا بقى خلصت الحادق، وقلنا بقى نعمل لهم الحلو علشان نكون كفينا ووفينا. النص كيلو كنافة بنحط عليه حبايب قلبي معلقتين سكر بودر. والصينية دي بصوا اللي انا هعمل فيها الطاسة كانت لسه جديدة، كنت لسه مطلعاها ما كنتش استخدمتها، وكنت مسيحة فيها الزبدة، غسلاها كويس ومسيحة فيها الزبدة. واول حاجة خلطت السكر بالكنافة، هي كانت مجمدة، بنطلعها وبنفكها، مش بنفتفتها قوي، لا بنخليها خشنة عشان ما يعني ما تتفتفتش معانا واحنا بنطلعها، لا احنا بنفكها بس بايدينا كده. ودي كانت حوالي كوبايه وربع زبده. انا بحط حبه وبخلط، وبعد كده بحط حبه، بشوف هي تاخد مني كميه قد ايه. نص كيلو حوالي خد كوبايه وربع، اللي هي كوبايه الميه سمنه او زبده او سمنه بلدي اللي عند حضرتك، دي كانت زبده. فحطيت حبه وبخلط، وبعد كده اي تكتلات اي حاجه مجمده معانا حبايب قلبي بنفكها، وبتبقى زي العسل واحلى كنافه تاكليها وما بتاخدش وقت. بص انا بعملها بايدي كده عشان انا متعوده طبعا عليها ووقوفي في المطبخ، فبعملها كده بفتفتها بايدي كده. وطبعا هي فيها مطرحها زبده، فحطيت حبه كمان علشان يديها كده التحميره الحلوه من تحت. نحط بقى حبايب قلبي حبه كده من تحت زي ما احنا شايفين اهي. وبعد كده نسويهم كويس. واي حاجه ان شاء الله لو حاجه متكلكعه معانا نفكها علشان ما تاخدش لون عن التانية. ونحاول بصوا طول ما احنا واقفين كده نفتحها كده ونفتفتها من بعض ايه، وهي كده اختلطت فيها الزبده. حطيت الكوبايه وربع وكانوا زي العسل. نضغط بقى، حطيت حبه، نضغط كويس جدا جدا كده بصبعنا، ولو في اي حاجه مكلكعه زي ما قلت لكم نفكها ونضغط، علشان الضغطه دي حبايب قلبي هي اللي بتطلع لنا الكنافه مظبوطه معانا. احلى
صينية كنافة بنعملها إن شاء الله على طول، ما بتاخدش وقت وسريعة وسهلة عن الفرن، وإن شاء الله تطلع معاكِ زي العسل. جبت بقى حبة حطيتهم على الحروف اللي هي أم مكة علشان نعمل حافة كده حبايب قلبي، علشان نحط بقى الجبنة في النُص وما تطلعش مننا. بُصّوا بصباعي الاتنين أهو كنت باوريكم حبايبي باضغط علشان نحط الجبنة، وأي حاجة برضه زي ما قُلت لكم في طريقنا بتبقى ماسكة شوية من السمنة فبنفكها، ونضغط كده وبنعمل حافة كده بإيدينا علشان نحط الحشوة في النُص ما تطلعش مننا، والجبنة تسيح في الطاسة وتبهدل الدنيا. لأ إحنا ما عندناش الكلام ده، إحنا ستات شطار، وإن شاء الله ربنا يديكِ كده الصحة وتعملي لولادِك الحلو كله في البيت. جبت بقى حوالي كوباية جبنة أهي، دي كانت كوباية حوالي 150 جرام، وحطيتهم بقى كده في النُص. هي طبعًا بتحب الجبنة الكتير، دي جبنة موتزاريلا اللي هي السادة مش الميكس، إحنا بنجيب الجبنة الموتزاريلا السادة مش الميكس اللي هي بتبقى مخلطة مع الشيدر، وحطيتها في النُص. وبعد كده بقى بنجيب الطبقة التانية حبايب قلبي ونحطها ونفضل بقى نضغط بإيدينا ونضبطها بقى ونقفل كويس جدًا، جدًا كده لغاية إن شاء الله ما تاخد شكل الطاسة، علشان إن شاء الله هنسويها. دي بقى هنسويها إزاي يا أم مكة؟ هنسويها على أهدى نار، اللي هي بقى الأهدى نار عندِك، يعني لو الشعلة كبيرة بتعمليها بتلفي كده المفتاح على نار واطية جدًا وهادية لغاية عشان ما تتلسوعش معانا، ونسيبها بقى براحتها. يالّا تعالوا أوريكم النُص كيلو عمل لي حبايب قلبي. بُصّوا عمل لي الصينية دي، وعمل لي صينية صغيرة شوية، عمل لنا صينيتين. دلوقتي القطعة بنجيبها من برّه بمبلغ وحجم. ونسيت أقول لكم معلش هي طبعًا بيبقى لونها برتقاني، بس أنا بصراحة لمّا بيكون عندي لون باحط، بس لمّا بيكونش متوفر بنعملها كده وبتطلع زي العسل. عمل لي صينية الصغيرة ديًّا، وعمل لي الصينية الكبيرة زي ما وريتكم أهو، كنت مولعة النار قدامكم وطيتها خالص. ودي بقى نحطها كده، وزي ما هاقول لكم دلوقتي كل شوية حبايب قلبي نلفها في جهة معينة. ليه؟ عشان ما تتشعوطش منِّك وتتحروق، وهي بقى بتبهدل الدنيا شوية، بس مش مشكلة، بتبقى النتيجة بعد كده زي العسل. وإن شاء الله تعتمديها وتعمليها في رمضان عندِك الخير والسعد والهنا كله. بُصّوا أنا كنت لسه بقى مصبّنة البوتاجاز وزي الفل. بُصّوا بقى البواقي بقى بتاع الكنافة بتبهدل الدنيا، ما فيش أي مشكلة. لايك بقى ومتابعة أهو، واشتراك في القناة عشان يوصلِك كل جديد. هنا بقى حبايب قلبي سِبتها حوالي ربع ساعة أو تِلت ساعة، خدت بقى لأ ربع ساعة معلش، دي أول طبقة. أول ما خدت على نار واطية زي ما حضراتكم شايفين أهدى نار كده، وبعد كده قلبناها في الصينية، وبعد كده حبايب قلبي بنحطها على الناحية التانية تكمل سواها. بُصّوا خدت اللون الجميل ده، بس كان ورايا بقى شوية حاجات بقى والمواعين والمطبخ اللي مش عارفين نخلص منه، فكنت باشوف حاجة وبارجع لها وباقلبها على كل حتة. بُصّوا نحطها، وبعد كده هاوريكم شكلها وزي العسل. هنا بقى كان الجلاش استوى معايا وكان زي الفل، فقُلت بقى أوري لكم حتة قبل ما يبرد بقى عقبال ما الكنافة كانت تستوي معانا. كان زي العسل وحاجة يا بنات، وحاجة بقى تقولي فطير، تقولي زبدة، تقولي كل الحاجات الحلوة وأحلى حاجة. ويعني حاجة بقى، أنا الجلاش زي ما باقول لكم أحب ال يعني مش معجنات، هي طبعًا حاجة كده بتبقى عاملة زي الفطير، بتبقى أحلى حاجة بصراحة وأقرب حاجة ليّا في موضوع البيتزا والكريب والموضوع والكلام ده. لأ أنا باحب الجلاش جدًا، جدًا، حلو وحادق. فبُصّوا بقى قُلت قبل ما يبرد كنت بافتح لكم حتة. بُصّوا بقى حشوة الفراخ وريحتها وطعمها، إن شاء الله تعمليها وتعتمديها في رمضان. إحنا على طول بنعمله. أنا بقى لي فترة جامدة بصراحة، زي ما قُلت لكم أنا ما كنتش باحب عصّاج الفراخ، بس بقى لي فترة أكتر من سنتين أو 3 باعمله بقى، وخلاص بقى إدمان عندنا. بُصّوا باقطع الحتة والجبنة، بس هي كانت سخنة جدًا مش عارفة أورّيكم بقى، وكانت الجبنة سايحة. وطعم يا بنات الحمد لله رب العالمين، ال5 حتت قضّوا، وعمل لنا صينية جلاش محترمة. اتفضلوا معانا حبايب قلبي. بُصّوا الطراوة، بُصّوا حاجة كده أنا مش عارفة أمسكها من الجمال والريحة والطعم. زي ما قُلت لكم إن شاء الله تعملوها على خير. ودي برضُك الصينية الصغيرة قلبتها، وبعد كده حطيت برضُك حتة زبدة عشان دي بتدّي لون الحلو اللي تحت ده، وحطيتها حبايب قلبي زي ما أنتم شُفتوا، والتانية كانت بتكمّل سواها. بُصّوا بنقلبها بالراحة كده ما فيش أي مشكلة، ولا هي بس الفتافيت بتنزل شوية وبتبقى زي العسل. نسويها كده، وبعد كده بُصّوا بقى الشربات عقبال ما خلّصت كان تقل كوباية ونُص سُكّر على كوبايتين مَيّة، والشربات ده كمان ممكن يعمل لنا كيلو بالضبط، بس هو فاض معايا طبعًا، أنا مش باحب
بحب احط بصراحه كتير، ففض حبه، فبنحفظهم في علبه في التلاجة، ولا بيسكر ولا الكلام ده. انا بقى الكبيره كانت لسه شويه على النار، الصغيره استوت هي الاسرع، فقلت بقى اوريها لكم عشان بصراحه دي حلاوتها بتتاكل سخنه، ولازم بقى اوريها لكم قبل ما الجبنه بتاعتها تبرد وما تمطش معانا. لا انا قلت اوريكم بس اللي استوت الاول، علشان حبايب قلبي لما طبعا كلنا عارفين بتقعد، هي حلاوتها بتتاكل سخنه، ولما بتقعد ما بتديش المطه الحلوه اللي بنشوفها كده في المحلات. بصوا بقى الحلاوه والطعامه، ولونها جميل وطريه جدا، وانا مش بحب فيها العسل كتير. العسل دون ممكن هيتفاض منك شويه، زي ما قلت لك تحفظيهم في علبه. الليمون بيعمل عمليه حفظ بقشره، ما تحطيش تعصريه، لا حطيه زي ما هو كده بقشره، وما ما بيجرالهوش اي حاجه خالص في التلاجة. وبصوا بقى الطعامه، الجبنه تكون مطلعينها قبلها بساعه عشان تديك المطه الحلوه دي. وتفضلوا معانا حبايب قلبي، وروايح بقى رمضان داخله علينا، كل سنه وحضراتكم طيبين. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده من مطبخ مكه، واوعي تنسي الاشتراك واللايك، ودعوه حلوه منك باستمراريه القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.